3 حاجات لازم تجربهم لو جيت اي مطعم هنا في اسبانيا. اول حاجه هي حاجه اسمها باييا، دي بتبقى عباره عن اكله رز مطبوخ مع انواع مشكله، سواء بقى لحمه سواء فراخ سواء سي فود. فهي من الحاجات الاوريجينال والتراديشنال المعروفه بيها اسبانيا عامه، فدي اكيد مش هتفوتك طول ما انت هنا في اسبانيا. تاني حاجه هي البطاطس المملحه، بطاطس بتبقى مسلوقه ويبقى على قشرتها ملح بطريقه معينه، بس مسلوقه ولكن معموله بملح من بره. والجميل فيها ان هي بتبقى مش معجنه، هي بيبقى ليها سوى بدرجه معينه، ف مش نيه ومش مستويه قوي، ولكن فيها طعم الملح اللي كان على القشر من بره. فدي من الحاجات اللي بينزل كسايد ديش مع اي حاجه، سواء طالب ستيك، طالب سي فود، طالب اي حاجه بيحطها لك في الطبق. فهي بطاطس مسلوقه وبينزل معاها الصوص بتاعها. ثالث حاجه مشروب اسمه سانجريا، من الحاجات المشهوره قوي بيها برضو اسبانيا وموجوده في كل حته، ولكن ده مشروب كحولي، فلو حد ما بيشربش كحول فاكيد مش هيطلب ده. ولكن عندهم بدائل كتيره جدا، عندهم كوكتيلز حتى من غير كحول، عندهم سموزيز، في كذا حاجه، فمش هتغلب يعني انك تشرب حاجه حلوه وتحبها. اخر حاجه عايزه اقولها، ودي ملهاش علاقه بالاكل والشرب ولكن ليها علاقه بالناس. الناس هنا اللي في المطاعم اللي بيعملوا السيرفيس بجد فريندلي بشكل رهيب، وفي نسبه كبيره منهم ايطاليين، نسبه كبيره منهم مغاربه، فهم يعني طريقه التعامل، طريقه السيرفيس نفسها فيها يعني فيها ود مش زي المانيا. انا عايشه في المانيا، فده بالنسبه لي حاجه غريبه يعني. في المانيا شيء وهنا شيء تاني، الناس بتبتسم بتحط لك الاكل وبتيجي تسالك الاكل كويس، عجبك مش عجبك، محتاج حاجه، بجد بيخلي بالهم منك من اول ما بتقعد لحد ما بتمشي. فهي يعني حاجه حلوه انك تحس ان انت يعني taking care of. ولكن كل دوله وليها طبعا يعني مميزاتها وعيوبها واختلافاتها، فدي كانت من الحاجات المهمه جدا اللي مش هينفع تفوتك طول ما انت في اسبانيا، وبس كده.